السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي المشاهدين، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. معانا قصتنا النهاردة قصة حقيقية حصلت بالفعل، قصة بشعة وللأسف حصلت في رمضان. جريمة قتل جديدة، يعني للأسف، وأنا بقول للأسف إن الجريمة ديت حصلت بالفعل. طبعا الجرائم كلها حرام القتل، ولكن لما يكون في رمضان يعني حاجة صعبة جدا. يعني احنا عارفين رمضان شهر مبارك، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر الرحمة. يعني لما بنعرف حد مثلا زعلان مع حد بنروح نصالحه ونقول عشان داخل شهر رمضان علينا، منفعش اللي احنا نزعل من حد ويدخل علينا شهر رمضان. حتى لما الأخ يزعل من أخوه وتلاقي أخوه رايح له البيت ويقوله أنا جاي لك عشان شهر رمضان، منفعش ان احنا نزعل من بعض. أي حد سواء الناس يعني من الأقارب أو صاحبتك أو صاحبك أو حد من جارك أو أي حد يكون زعل من حد لازم يصالحه. يقولك احنا داخلين على شهر مفترج، شهر رمضان. ولكن القصة اللي حصلت دي حصلت قصة بشعة جدا وفي شهر رمضان وجريمة قتل، يعني بتبقى حاجة صعبة جدا. قصتنا النهاردة عيلتين اتنين متخانقين، وتحديدا في قرية اسمها قرية العرب. العيلتين الاتنين متخانقين مع بعض، فطبعا عشان دخول شهر رمضان في ناس الكبار اتدخلوا وقالوا ما ينفعش، لازم تصالحوا بعض، لازم العيلتين تصالح بعض، وما ينفعش احنا داخلين على شهر رمضان. وبالفعل عملوا قعدة كبيرة وجابوا العيلتين الاتنين وصالحوا بعض في القعدة وخلاص، وما فيش اي حاجة. تمام. العيلتين خلاص، ده بص راس ده وده بص راس ده، وده قال له حقك عليا وخلاص وما فيش اي حاجة، واتصالحوا وخلاص وتمام التمام. في شاب من العيلة اسمه محمد حسان ابو زغلة. الشاب ده معروف عنه ان هو شاب خلوق، شاب محترم جدا، شاب يعني بيحب الحياة، بيحب يساعد الناس، مش متكبر على حد، تحس ان هو بيضحك على طول. الناس كلها كانت تشهد عليه في البلد، وطبعا انتوا شايفين صورته اهوت على طول مبتسم. وشاب يعني في الثلاثينات، يعني مش كبير، يعني شاب متزوج، عنده طفلته، عنده ابنه الصغير عنده 4 شهور، وابنه الكبير عنده 3 سنين. شاب في عمره، يعني بقولكوا في أول التلاتينات اهو زي ما انتوا شايفين في الشاشة. الشاب ده يعني الناس كلها تشهد بيه في البلد في القرية، اللي هو شاب محترم، شاب خلوق، بيحب الناس، بيحب يساعد الناس. الشاب ده عنده زي محل كبير حلويات، بيبيع حلويات، بسبوسة، قطايف، كنافة، كل الحلويات اللي بتبقى موجودة في المحل. الشخص ده معروف اللي هو في رمضان وكده كده طبعا بيساعد الناس في الأيام العادية، ولكن هو معروف في رمضان بيجي كده ساعة الفطار يروح بالعربية بتاعته الملاكي، يقف كده على الطريق، وأي عربية معدية، أي حد معدي. طبعا احنا معروفين في مصر عامة، اللي في ناس بتقف مثلا على الطريق، بتبقى بتشوف اي حد معدي، الاذان يقول مثلا الله اكبر، يديله مثلا كيس بلح، يديله ازازة مية، يديله اي حاجة من اللي هو عاملها زي طبعا انتوا عارفين الموضوع ده. الشاب ده معروف له في رمضان بيروح ساعة المغرب كده أي عربية معدية ملاكي، فكان بيوزع، بيجيب الحلويات في المحل الكبير اللي هو كان فاتحه. كان بيجيب كنافة وقطايف وازايز مية ويوزعها على الناس وهي معدية.
عربية معدية يوقفها، خد يا عم كنافة، خد قطايف، خد مية. حد ماشي في الطريق بيديله برضك الحاجات ديت. ولكن للأسف وهو بيوزع يا عيني وقدام عربيته وبيوزع للناس وهي معدية، يجي الخاين الغدار يطعنه من ظهره ويجيب السكينة ويعملها يضربه على رقبته. يعني اللي جاي من وراه ده اللي جاي عشان يضربه يعني عارف اللي هو هيموته. طبعا جاب السكينة ومن ورا ظهره وراح رشقها في رقبته من ورا. يعني السكينة ده الطب الشرعي قال بقى المتوفى اللي هي عملت فيه منتصف الرقبة، يعني موت على طول، أدى إلى موت على طول. ف طب ليه الغدر ده؟ يعني حتى ما وجهوش وش لوش، لأ، دي اتسحب وضربه من ورا ظهره. طبعا حاجة يعني مزعجة جدا، حاجة يعني بشعة جدا. يعني انت شايف، انت حتى لو انت ما عندكش رحمة، فين الرحمة، فين الرجولة بتاعتك؟ اولا انت ما عندكش رجولة لانك انت ما واجهتهوش وجه الوجه، انت طعنته من ورا ظهره. ثانيا انت شايفه يعني هو بيعمل معروف وبيوزع على الناس اللي معدية. ازاي تطعنوا وفي رمضان وساعة المغرب؟ يعني الحيوان نفسه نقول عنده رحمة عن. المهم طبعا طعنه في رقبته أدى إلى موته على طول. الناس طبعا بقت مستغربة، اللي كانت واقفة بالعربيات وكانوا بياخدوا منه طبعا يعني استغربت ايه ده، في ايه؟ هو طبعا عمل الجريمة ده وجري على طول. الناس حاولت اللي هي تجري وراه وكده، في ناس جريت وراه بالعربيات وبالفعل مسكوه واتصلوا بالشرطة وجم خدوا الراجل ده. الراجل اللي طعنه ده اسمه عبد الرحمن للأسف. اتصلوا بالشرطة والشرطة جت خدته وطبعا يعني لما سألوه في النيابة قالوا طب انت عملت كده ليه؟ قالوا عشان كان في خلافات ما بين العيلتين واحنا يعني آه انا قلت انا ما كنتش موافق على الاتفاقات ديت اللي هم يصالحوا بعضهم، فانا قلت ان انا انتقم من الشخص ده. طبعا الشخص ده كان بعيد عن المشاكل وبعيد عن الخناقات كلها، ولكن هم يعني يعني بيشوفوا مين احسن واحد في العيلة. وده للأسف يقولك علشان نوجع قلب أمه، قلب أبوه، قلب مراته، قلب أخواته على الشخص ده. يعني ممكن يكون الشخص ده ملهوش دعوة خالص بالمشاكل اللي بتحصل ما بين العيلتين، ولكن هم هدفهم اللي هم يقولوا اللي احنا عايزين بنشوف أحسن واحد في العيلة مين اللي في العيلة كلهم اللي هم بيحبوه قوي. يقولوا مثلا الشخص ده، يقولك يلا عشان نوجع قلب العيلة كلها على الشخص ده. طب طب لا حرام، يعني جازات الشخص ده اللي هو محترم، جازاته اللي هو بيصلي، جازاته اللي هو ما بيعملش مشاكل، جازاته اللي هو بيساعد الناس. طبعا ده يعني تخلف من الناس اللي هي الجهلة. ولكن للأسف في كتير قوي بيعملوا كده. يعني ممكن يكون الشخص ده اللي هو بيتخانق او هو اللي عامل المشكلة في العيلة مع العيلة التانية، يقولك لا ما نجيش شمته ده طايش مش عارفة ايه. لا، ما ياخدوش حقهم من الشخص ده، لا ياخدوا حقهم من شخص. يعني ممكن يكون شخص تاني مثلا بعيد حتى عن المشاكل او مثلا عايش في بلد تاني، يقولك لا هو الشخص ده طالما هما بيحبوه لا نقتله علشان نوجع قلب اهله كلهم وقلب العيلة كلهم على الشخص ده. طيب لما سألوهم قالوا لهم طب انتوا كنتوا حتى يعني انتوا كنتوا قاعدين، العيلتين كانوا قاعدين وخلاص اتراضوا وقلنا احنا في شهر رمضان ولازم تصالحوا بعضكم. ولما قعدنا العيلتين الاتنين كل واحد يعني باصص دماغ التاني ومفيش اي حاجة والعيلتين اتصالحوا على بعض. طب ليه الخيانة كده؟ ده الشخص ده بقى يقول لك ايه، لا اصل انا ما كنتش موافق على القعدة وعلى الصلح. طب انت مالك؟ طب ما في ناس كبيرة كانوا قاعدين وفي ناس كبيرة خلاص اتصالحوا.
انت يعني تطلع كده في النص وتقول لا انا ما كنتش موافقة على الصلح؟ يعني حرام شاب لسه في التلاتين، لسه يعني في منتصف عمره، شاب اللي وكان متزوج لسه يعني من كام سنة، عنده طفل 4 شهور والطفل التاني 3 سنين. ليه؟ يعني مش عارفة اقول ايه. طبعا انا مستنية ارائكم ومستنية تعليقاتكم الجميلة. عايزاكم تقولوا لي كلكم في التعليقات، يعني حكاية، يعني تكتبوا لي في التعليقات الشخص ده بالذات نقول عليه ايه. هل هو حيوان؟ لا والله الحيوان يعني عنده رأفة احسن منه. يعني لو جبت لكم والله قصص عن الحيوانات وصور عن الحيوانات، تقول الحيوانات ديت يعني ممكن يكونوا احسن بكتير 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 من البني ادمين بجد والله، على الزمن اللي احنا بنشوفه. نقول ايه بس؟ لله الامر من قبل ومن بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.